منتخب المغرب لأقل من 20 سنة أمام إسبانيا في كأس العالم. المنتخب المغربي عندهم لاعبين رائعين. المغرب متفوق بحساب إسبانيا والمونديال، والحدث اليوم المنتخب المغربي يفوز على المنتخب الإسباني. بقي المغرب هو الذي حقق الاستثناء. المنتخبات الإفريقية غادرت، الآسيوية غادرت، بقي المنتخب المغربي اللي وصل. المنتخب المغربي شخصيا أظن أن المنتخب المغربي يعني في أحسن رواق للمرور للدور الثاني. كي نتكلموا على المغرب ونتكلموا على إسبانيا، مباراة كي تصعد المغرب نعتبروها بالنظرة الأولى والوهلة الأولى مفاجأة. أنا بصراحة ماشي مفاجأة. أنا شفت الفريق المغربي، نوليك شوية لورا، لما جا مدرب حكم الفريق حسيت بلي الفريق هذا عطى له واحد الروح للفريق، عطى لهم واحد الحب. معناتها تلمو الشعب المغربي يحب الفريق هذا، عطى له واحد لا فورس جو بونس، ولا طري سوليدار. تحس باللي تلمو شفنا بين في المتفرجين، تحس باللي الفريق هذا اللاعبين يحبوا يمدوا النظره للشعب تاعها، عنده الاباء تاعهم. جو بونس انا الفريق هذا المباراه هذوك تاع البريباراسيون باين باللي شفنا باللي الفريق هذا راح يدير مباراه كبيره. وشفنا المباراه الاولى كان الفريق دار مباراه كبيره، ومن بعد شفنا باللي عنده لاعبين كبار، عارف كيفاش يصير المباراه، زاد فاز المباراه هذه. شفنا باللي دار مباراه مليحه وانجاز كبير يعني للكره العربيه بصفه عامه للمغرب. وهذا اول انجاز يعني عربي، يعني لازم يكون الانسان ياخذ بعين الاعتبار في دوران يجي تفوت في ارض عربيه. نظن باللي عندها اكثر قيمه. المقابله نظن باللي كان اليوم في مقابله كما هذه عمرك ما تقول المقابله هذه راح تروح كاين هذه انهزام تكتيكي للفريق الاسباني. المدرب المغربي دار خطه 4-1 اللي كانت يعني محكمه. الفريق الاسباني على يعني كونتريرمون واش يقول خونا فريد، انا بور موا يعني بالنسبه لي انا مفاجاه، باسكو كي تحسب الفيكيو تاع والوزن تاع الفريق الاسباني مع الفيكيو والوزن تاع الفريق المغربي فيه فرق كبير. لكن اليوم في المباراة هذه الفريق المغربي يلعب بالسلاح تاعو. هو يعرف يعني ربما تخرج جوج نقاط تسقسي كيفاش تلعب برشلونة ولا كيفاش تلعب اسبانيا، الناس كامل يقولوا لك. وهذيك الحكايه تاع واش اسمها ميتريز دو بوزيسيون دو بال، بوزيسيون دو بال، كيفاش استحواذ على الكره. هذيك عمرها ما يعني ماهيش خطه اللي دارت نتائج كبار، ولا ربما دارتهم مع فريق برشلونه، ولكن في وقت نهار النتائج تاع فريق برشلونه ما ينساوش باللي كان ثلاثي يعني مستوى فوق الستراتوسفيريك. الى الدور ربع النهائي هي اعتقد انها مفاجاه. اكيد انه كنا نتوقعوا ربما منتخبات اخرى يعني تصل الى ادوار متقدمه، على الاقل قلنا غانا، السنغال، ولكن المغرب بدا صامدا مع المدرب المحلي، المدرب وليد الركراكي، اللي كيما عده مدربين على المستوى الافريقي. افريقيا راحوا 5 منتخبات، 5 مدربين محليين، غيروا عديد منهم او بعض منهم في اخر لحظه كما الكاميرون في اخر لحظه، ولكن اللي مشات معهم اكثر هم المنتخب المغربي اللي يعني ابهرنا في كل مباريات. نولي للمدرب، هناك من يقول هناك طريقه اللعب، التعامل من مباراه الى اخرى، اللي تحتفظ بالكره ما لعبش معها بنفس طريقه. المنتخب المغربي شخصيا اظن ان المنتخب المغربي يعني في احسن رواق للمرور للدور الثاني. بالمنطق ولكن صحيح، بالمنطق ولكن بلغه الكره على صح، بلغه صح. كمل الفكره تاعك. تقول انت المنتخب يسعى بكل وسائل تحقيق نتيجة إيجابية والخروج بالدورة بشرف. حتى المنتخب المغربي يعني راه بمعنويات عالية بعد الفوز الأخير لتحقيق نتيجة إيجابية. يعني قول الشعب إن بارتي، قول لهم يا ناس كاين الناس اللي تحب دير الباز، راهم تروح تقول هذه وتقول هذه وتقول هذه باش غير دير الباز. قولوا الحقيقة، لأن لي ماتش تاع الجزائر ماهمش كاين سارتا ماهمش فيكولوها مليح. هذه وحدة. قولوا بلي السلطة الدولة الجزائرية الا مي لي مويان انور، الا مي 12 ولا 11 ولا 12 طياره جامي صارت في ليستوار دو لومانيتي.
12 avions دارتها à la disposition du supporter. Elle a mis les moyens financiers. L'équipe nationale. احنا لما نتكلم على المنتخب المغربي للشباب وحديث العالم دلوقتي منتخب المغرب للشباب وفوزه على منتخب اسبانيا، منتخب اسبانيا المنتخب اللي المفروض لو اي فرقة بتواجه المنتخب الاسباني بتعمل له 100,000 حساب. طب منتخب المغرب لما يواجه منتخب اسبانيا تبقى ايه النتيجة؟ النتيجة اللي حضراتكم شفتوها كلها، كلكم، اللي فوز المنتخب المغربي باكتساح على منتخب اسبانيا. الواحد بيستغرب جدا من الاعلام الجزائري لما بيطلع ويتكلم ويقول لك ان منتخب المغرب منتخب ضعيف. حد يقول لهم منتخب المغرب عمل ايه؟ حد يقول لهم ايه؟ طب ما هم اصلا عارفين، طب ما هو اصلا واصل لهم فكر المنتخب المغربي، واصل لهم مهارات المنتخب المغربي، بس مش قادرين مش قادرين يعترفوا بقوة المنتخب المغربي. مش كلهم، في ناس منهم بتطلع وبتشيد بالمنتخب المغربي، لكن الأغلبية قسما بالله الأغلبية من الإعلام الجزائري بتتمنى خسارة للمنتخب الجزائري، منتخب المغربي عفوا. الأغلبية من الإعلام الجزائري بيتمنى خسارة للمنتخب المغربي، وأي مباراة للمنتخب المغربي بيطلع الإعلام الجزائري بيتوقع خسارة ويتمنى، مش يتوقع، لا ده بيتمنى خسارة للمنتخب المغربي. حد يوصل لهم بس معلومة ان منتخب المغرب ده منتخب عالمي. يا اخي بما انك عربي تمنى خسارة تمنى مكسب لفريق عربي، ما تتمناش خسارة لفريق عربي. ده طبيعي ان انت شايف منتخب بيمثل افريقيا، منتخب مصر داخل في كاس العالم، منتخب في منتخبات كتير موجودة، لكن بقى ازاي منتخب المغرب يتفوق، ازاي منتخب المغرب يتألق ومنتخب الجزائر لا حول لي ولا قوة مش موجود في كاس العالم. فطبعا عدم وجود المنتخب الجزائري في كأس العالم عامل شيطان للإعلام الجزائري. وجود المنتخب المغربي وأداؤه الرائع في أول مباراة أكبر دليل على كلامي، وأكبر دليل على حقد الإعلام الجزائري للمنتخب المغربي. احنا لما كنا بنشوف يا جماعة منتخب مثلا مصر يواجه مثلا اي منتخب في المنتخبات الاوروبية، نطلع عايز اقول لك ان احنا بنقول لو خرجنا بنتيجة خسارة مثلا 2-3 بيبقى الموضوع ده احنا واجهنا اسود، ده احنا واجهنا منتخب مش عارف ايه، احنا واجهنا منتخب مش عارف. لكن منتخب المغرب مش فارقة معاه، منتخب المغرب كبير، منتخب المغرب قادر ان هو ياخد كاس العالم، مش كاس افريقيا، لا قادر ان هو ياخد كاس العالم للشباب. فانا واحد من عشاق المغرب، واحد من عشاق المنتخب المغربي، فخور جدا ان انا بتكلم واشيد بابناء المغرب، علشان ده ابسط حق من حقوق من حقهم عليا. الناس دي يا جماعه اتأذت كتير، الناس دي تعبت كتير كمغاربة بقى، كالراجل الخلوق الأستاذ فوزي العقجع. الناس ديت
اتأذت كتير من الاعلام الجزائري. فاحنا نفسنا ما نديش فرصة، او مش عايزين ندي فرصة للاعلام الجزائري ان هو يتكلم على المغرب كلام غير لائق. بتمنى من كل قلبي الفوز للمنتخب المغربي ان شاء الله على البرازيل في المباراة القادمة بإذن الله اللي هتبقى يوم الخميس. كلنا منتظرينها على شوق علشان نشوف أداء المنتخب المغربي العالمي. عايزك تشاهد الفيديو للآخر بالله عليك، وتوصل الفيديو ده لجميع البلاد العالم. السلام عليكم.